وجه الدولي الجزائري الأسبق علي بن شيخ سهامه إلى مدرب المنتخب الجزائري محارب الصحراء بعدما أرسل له رسالة قاسية بعد فوز المنتخب المغربي على البرازيلي يوم السبت على ملعب طنجة الكبير، وقد طالب بالماضي بتقديم استقالته بعد الفشل في تقديم أداء جيد مع المنتخب، حيث اكتفى محارب الصحراء بالفوز على النيجر ب2-0. وقال علي بن شيخ: أطالب بالماضي وأعوانه بالرحيل عن المنتخب لإعطاء فرصة لمدرب جديد لإثبات نفسه مع المنتخب، خاصة وأن فلسفة المدرب لم تعد تعطي إضافة للمنتخب. وتابع أيضا: المدرب لم يعد يحقق أهدافه أصلا حتى يبقى، فقد أقصي من كأس إفريقيا 2022 من الدور الأول ولم يتأهل إلى نهائيات كأس العالم، ويقدم أداء هزيل في طريق التأهل نحو الأمم الإفريقية بالكوت ديفوار العام القادم.